ألف ألف مبروك لكل اتحادي. أخيرا العميد فعلها، أخيرا الاتحاد بطل الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه. الاتحاد يحقق الدوري الوحيد في تاريخ كرة القدم، في تاريخ كرة القدم السعودية، الدوري الوحيد اللي في تاريخ الكرة السعودية يأهلك للعالمية. أول عالمية السعودية تستضيفها الاتحاد حيكون فيها. كل اتحاد اليوم لازم يفرح، لازم يعيش الجو اليوم، يفضي نفسه. الدوري الآن في جدة بعد 6 سنين، هو في الغربية رجع لجدة بعد 14 سنة من الغياب. الاتحاد عاد في الدوري اللي يأهله العالمية. سنتين منافسة، سنتين وإحنا ننافس على الدوري وأخذناه بالدم. جمهور ما قصر، جمهور سنتين هو ورا الفريق. أعلى معدلات حضور في تاريخ الدوري السعودي كانت للاتحاد. الفريق ما قصر، الفريق رغم الظروف، رغم الإصابات، رغم الإيقافات، ما في فترة ثانية ما جبنا لاعبين في الدور الأول غير في فترة الانتقالات الأولى غير شراحيلي وباما سعود، لكن الفريق لما قرر انه يرجع ياخذ الدوري غصب عن كل احد. اما بالنسبه لاي احد يقول لي دوري بقلاوه مدري ايه، متى اخر مره اخذت الدوري، هذه الاشياء كلها خليها عندكم، ما ابغى اسمعها. انا دحين سؤالي متى هاخذ الدوري؟ اخر دوري ما اخذه قبل دقيقتين. ايش في يا ابويا؟ بعد سنه، والله سنه من الان كنت مصور مقاطع بذا الوقت واقول يا اخي خسرنا الدوري حرام. الكل كان يقول صعب تجيبوا الدوري مره ثانيه، ضيعتوا على نفسكم اسهل دوري. قدرنا ناخذ دوري، نحقق اعلى كلين شيت، فريق هجومي من اعلى معدلاته هجوميه، اعلى معدل نقاط. في حال فزنا المباراه الجايه حنكون حققنا اعلى معدل نقاط 72 نقطه نفس الهلال. فالف الف مبروك لجمهور الاتحاد. افرحوا وعيشوا الجو وانبسطوا وعيشوا وقهروا اي احد عاب كان يتكلم عليكم وبس. الف مبروك.